وممكن لفيكاب. أي سنة يا رياض محرز وبطولة جديدة، لقب آخر، أكثر المتوجين العرب في تاريخ البريمير ليج ولا فارقة. أمير الصحراء رياض محرز من أول لقب 2016 مع ليستر سيتي. غوندوغان رجل الشهر الحاسم وجده غوارديولا، وجد غوندوغان مع رودري في وسط الميدان دفاعا وهجوما. القائد يتقدم كتابة أخرى للتاريخ، عنوانا آخر يدون في الأرشيف، ذكرى أخرى من ذكريات عشاق السيتي. ارفعها عالية في كاس غالية يا غوندوغان، شالها غوندوغان وخطف اللقب الغالي. هذا اللاعب بكل تأكيد لاعب استثمار كان في محله، هداف واستثمر فيه السيتي بصورة ممتازة جدا بقيمة فنية وأيضا قيمة مالية. يشير خمسة ألقاب، طبعا 4 مع السيتي وواحد مع ليستر. أكيد نبارك لمحرز، نبارك لهذا اللاعب. فخر للأمانة أن نشاهد لاعب عربي يحقق 5 ألقاب للبريمير ليج ويسجل اسمه في سجل الذهب. لاعب كبير ولاعب كان مشارك بصورة فعالة مع فريق مانشستر سيتي، لكي يكون اللاعب مبدع يخرج أفضل ما لديه، لكي يثبت أنه هو الأفضل ويكون متواجد في التشكيلة. التنافس واضح بينه وبين برناردو سيلفا، واضح جدا، تنافس كبير، من هو يلعب، من هو يكون يحوز على ثقة غوارديولا. في المقابل كعناصر هي ممتازة بالنسبة للمدرب. رياض ساهم في فوز السيتي بالدوري، الآن يساهم في إنتاج لقطات أكيد الفوز بالدوري الإنجليزي ممتاز كرة قدم، ويساعد مخرج المباراة كما ساعد مخرج الفريق اللي هو غوارديولا طوال هذا الموسم. لأنه لاعب فنان موهبة، عنده النظرة وعنده القدرة وعنده الإمكانية في إخراج كل ما هو جيد للأمانة. أذكر في ملعب برايتون حسم الدوري في كرة ثابتة، في ملاعب كثيرة محرز له دور كبير في أن دائما يضع السيتي في وضع الجيد. لكن يمكن هذا الموسم يعني المنافسة كانت شديدة بينه وبين برناردو سيلفا. بكل تأكيد الأجواء الإيجابية الجميلة